الناس عايشين الرومانسيه حتى غيتحل عليهم الباب. ويلي خرجتي من الحبس؟ خرجت من الحبس، ولكن ما كنتش كنصحاب انك غادي تجيب العيالات للدار. حتى كيفاش نجيب العيالات؟ راكي 15 عام وانت في الحبس، وهذه راها الزوجه ديالي، والدار والطوموبيل وكاع الاملاك كلهم ولاو ديالي، وانت راكي مطلقه هذه مده طويله. غتقولي ولكن انا دخلت للحبس على قبلك نتايا. غيقول لها انا ما قلتش لك ديري، انت قبلتي على الفكره وانا غشجعتك. المهم حسات بانه وقولبها شويه حتى غادي يجي ولدها الصغير غتبغي تعانقو، ولكن غيشد ولده غيقول لها راني حرمتك حتى من الامومه، يعني هذا الولد هذا غنسايه. غتقول ليه حشومه عليك الدار وكل شيء ما نقول لك والو، ولكن هذا راه ولدي لحمي ودمي. يسكتها ويقول لها هذا هو القانون، سيدي ديري محامي وخذي الاجراءات كما كياخذوها الناس كاملين. كاينه حنا الراس ومشات بحالاتها، ولكن هي غادا خارجه غتشفر لهم واحد السوارت. المهم كما شفتوا القصه باديه بالسيده خارجه من 15 عام ديال الحبس، وعلى قبل الزوج ديالها اللي تزوج، وما خلي اي حاجه خايبه دارها في حقها. المهم هذا النهار غادي يدوز بخير. الغد ليه المراه غادا تنوض باش تمشي للخدمه ديالها، حتى غتلقاها في الطوموبيل غادا تخلع وغتعيط للزوج ديالها. غتقول لها لا عندي لك واحد الخطه، وبدات كتشرح ليها وهي كتهضر في التليفون وهو باقي ما جاوبهاش. غتقول لها هادشي كامل غادي يولي الملك ديالك هنا في البلاصه. غادا تقطع وغتقول لها كيفاش. الزوج ديالها في هاد اللحظه شاف لابيل ديالها وشاف الطوموبيل باقا، غادي يتسلت وغادي يجي حداها، وهنايا غادي يسمع الهضره ديالهم اللي خاصهم يلقاو واحد الوراق، وهاد الوراق غادي يثبتوا بانها بريئه من هذيك التهمه اللي كانت فيها. وهكا غادي يمشي للحبس، والاملاك غادي يوليو في سميتك انتيا حيت هي الزوجه ديالو. المراه غادا توافق، هو سمع كل شيء وقال لهم الله خليتها فيكم وما تخافوش، يعني غادي يقولبهم. العشيه غادي نتلاقاو وغادي يحاولوا انهم يحلوا واحد الخزنه، ولكن شويه حتى غادي يجي غتخبى مورا الخاميه. شويه غتوقف عنده ويقول شنو كديري هنايا؟ غتقول ليه والو، كنت كنتسنى فيك تجي باش نعطيك واحد الخاتم من الذهب بغيتك تخبيه هنا في الخزنه ديالك. هو راه فاهم القالب وسارحهم، قال لها واخا غادي يحل الخزنه وغادي يخشيه. دابا جا الدور بانها تصدرو، وغتقول ليه شوف راني وجدت لك الدوش، سير دوش مع راساتك وارتاح، غدار خدام بكري. الله يرضي عليك الحبيبه ديالي، كتخافي عليا. وغادي يمشي، وهنايا غادي نخرجوا ولقاو باللي هذاك الشيء بقى متراسي بهذاك البرودوي اللي داروا. وين اللي غادي يحلوا الخزنه ما غيلقاوش الاوراق، ولكن لقاو باللي السيد صورهم ودار لهم فيديو. وماشي غير هادشي، عيط لهم البوليس غيجيو غيشدوهم جوجهم، ولكن غيجي الدري الصغير وغيقول ليه بغيت نعطي لماما هذا الرسمه. يقول ليه ماشي مشكل، اخر مره غادي تشوفها راه غترجع فين كانت. غادي تعطيها الرسمه وهي كتبكي مسكينه وحزينه. ولكن غتلاحظ واحد الحاجه، بلي هاد الورقه هادي ماشي عاديه. ملي غتقلبها غتلقى بلي هاد الوراق وحده من هادوك الورقي كانت تقلب عليهم وغتوريها للبوليسي. واللي وقع ان الدري الصغير شاف باه ملي دخل وفين خبى هادوك الوراق في المخده. غادي يمشي ياخذهم، وهو عارف بلي هاد الوراق هادو هما اللي غيعتقوا الام ديالو. كان باغي يجمعها معاه بتصرفيقه حتى غادي يوقفوه البوليس. وهنايا غيقرا البوليسي هذيك الورقه وغيلقى بلي هاد السيد فريمون متهم، وغادي يقول لها ضروري خاصك تمشي معنا باش ناخذوا الاقوال ديالك، وراكي تنتيا متهمه عاوتاني بالسرقه. ولكن اقوالك قدام القاضي يقدر يخفف عليك الحكم حيت انتيا جيتي على غراضك وباش تثبتي البراءه ديالك. ولكن قبل ما تمشي غتقول للمراه شكرا لك بزاف وتهلاي ليا في ولدي. غتقول لها ما تخافيش راه كاين حقي وكاين حقه، وغتعطيها واحد الخاتم وغتقول لها هذا هو حقك ومرحبا بك، نهار اللي تخرجي جي ديريكتومون هنايا. كنتمنى تكون عجباتكم هاد القصه والقصص اللي كنشروا لكم على الصفحه. كان معكم خوكم هشام، الى قصه قادمه ان شاء الله.